ده الجماعة الأهلاوية دول هم أكتر ناس على كوكب الأرض بيعرفوا يكذبوا الكذبة ويصدقوها ويتعاملوا على أساسها. البوست ده أنا جايبه لك من إحدى الصفحات المشهورة في سوشيال ميديا النادي الأهلي، صفحة من الصفحات اللي بتتكلم بلسان جمهور النادي الأهلي، وكاتب إيه بقى؟ ليلة حزينة على جمهور نادي الزمالك، وجايب صورة لأحد مشجعين نادي الزمالك اللي كانوا موجودين في مدرجات مباراة بيراميدز أمام فلامينجو البرازيلي. واحد من الجالية المصرية اللي عايشين في قطر حاضر مباراة بيراميدز وفلامينجو في كاس الانتر كونتيننتال بتشيرت نادي الزمالك. هو جايب صوره واحده لمشجع واحد لابس تيشيرت الزمالك عشان يثبت بيها وجهه نظر عبثيه ان جمهور الزمالك بقى بيشجع بيراميدز، الحاجه اللي بيحاول يفرضها عليك بالعافيه. يعني واحد بص، انا هتكلم بالكلام اللي انت قلته. انا بص اقول لك، انا واحد اهلاوي، مش هقول لك بمليون واحد زملكاوي بيستوعب او بيفهم او مش بيطلع يخترع ويألف اي كلام عن الناس. احنا اولا جمهورنا ولا بيكذب ولا بنخترع ولا بتاع. لو جاي نتكلم انت عشان بس ماليش دعوه بشخصك، انت مش عشان طلعت على حكايات الحدث بقى هتفكر نفسك عمرو اديب. ده اول شيء. وانا مش لازمني ان انت عندك 170 الف واحد متابعينك. اكيد انت ظهرت في بداياتك كنت طبعا بتجيب ست الاهلي زي العيال اللي منتشرين اليومين دول، ما عندهمش محتوى غير ست النادي الاهلي. وليه هنقول ليه مش العيال؟ الراجل اللي اسمه عمرو الدرديري اللي تحس ان هو هربان من مستشفى المجانين، ما عندهوش في حياته ان هو بيجيب ست الاهلي. صفحته كلها عباره عن النادي الاهلي. هنيجي نتكلم على اقوى اعلام عندكم خالد الغندور، اللي لما نفس الاهلي وقع في نفس الموضوع ده قال لك انا ما بشجعش اي فرقه في مصر غير الزمالك. لما طلع اليومين اللي فاتوا قال لك انا هشجع بيراميدز عشان فريق مصري. وتلقيح بقى والشغل، اصلا الواحد مش عايز يقول الكلمة اللي مش كويسة، بس انا هتكلم ورد عليك. احنا بنفهم وبنستوعب، ولا بنيجي نحتك بيك غير لما انت بتجيب سيرتي، ولا باجي اتكلم عنك غير لما انت اللي بتعمل نفس الامر ونفس الحركات دي. يا راجل، ده انت بتشمت بتطلع تعمل رياكت على فيديو عشان فيديو بتاعك يتشاف، والاهلي بيلعب فرقة في افريقيا بيخش فينا جون ولا حصل حاجة. قلقان منك، قلقان منك. اوه جول يا عم. تطلع تعمل فيديو، انت متخيل اللي انت بتتكلم وعندك؟ شفت انت 170 الف وصلت لهم ازاي؟ كل رياكتاتك كانت على الاهلي. انا عمري ما الزمالك بيلعب مع فرقه ويخش في الجون اطلع اعمل عليه فيديو بتاع ايه؟ ده اسمه محتوى رخيص، محتوى اتشهر بيه بسرعه. ما هو هيلاقي زملكاويه كتير بيكرهوا النادي الاهلي هيجي يتابعوك عشان عارفين ان انت بتحفل على طول، بتتريق على طول. ما مش تابعين، مش متابعينك عشان جمالك، هما معشقين المحتوى ان انت بتتريق بيه طول الوقت على ده. بس انا مش هسكت لما يطلع حد او غيرك. لو عندك مليون واحد بيتابعوك هطلع برضه اتكلم عنك، وهطلع اتكلم عن المحتوى اللي انت بتقدمه. انا بحب النادي ده، انا بعشق حاجه اسمها النادي الاهلي، انا بحب الكيان ده.